جربتي وصفات كتير للكوكيز ما بيطلعش زي ما بتشتريه من بره، هعمله معاكي دلوقتي وبطريقه حلوه قوي ويجمع ما بين الطعم المسكر والملح الخفيف. وزنت 150 جرام زبده مبرده، مش طريه ومش مجمده، هضربها لحد ما تبقى كريمي. وبعدين اهي لميت الجوانب. وزنت 120 جرام سكر بني، ضربتهم مع بعض، نزلت بيضتين ومعاهم رشة فانيليا وهضربهم تاني. اهم حاجة الميزان في الموضوع ده، لو ما عندكيش سكر بني حطي 100 جرام سكر ابيض و20 جرام عسل اسود. وزنت 275 جرام دقيق منخول، هنزل بيه على العجينة بتاعتي مع رشة ملح ومعلقة صغيرة كربوناتو او بيكنج صودا اسمها، و100 جرام شوكليت شيبس. غطيتها وسبتها 10 دقايق في التلاجة. قطعتها وحشيتها شوكليت سبريد نوع ممتاز، عملتها بصبعي كده عشان تديكي شكل التجعيدة. ممكن كمان تحطيها في قوالب الكب كيك، وادي شكلها بعد ما استوت. الباقي قطعته احجام متساوية بنفس الطريقة على ورقة زبدة على صاجة، وهحطه في الفرن على درجة حرارة 170. هيقعد معاكي من 15 ل 17 دقيقة، هتتابعيه حسب حرارة الفرن. بصي هيحافظ على التجعيدة بتاعته لان احنا حطينا 10 دقايق في التلاجة. حطيته في الفرن وهيبقى كله سوا واحد وشكل واحد. بصي الشوكليت جوه منها سايحة وجميلة. اهم حاجة الشوكليت سبريد اللي انتي استعملتيها تكون نوع كويس جدا. قلقانة منها احشي بشوكليت عادية، وبقي سخنيها في الميكروويف 10 دقايق قبل ما تقدميها لولادك. شكل التجعيدة اهوت جميل. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك الجميل، ويا ريت لو طبقتوا الوصفة تقولوا لي في التعليقات رأيكم. ريحتها طعمها لذيذة مقرمشة وفي نفس الوقت طرية، وشكلها وطعمها احلى كمان من اللي انتي بتشتريها. وبألف هنا على قلبكم.